مفيش مرة أنجح فيها في حاجة غير لما لازم أرجع لنقطة الصفر تاني. في كل حاجة في حياتي، في الجيم، في الشغل، حتى في الدايت. أوصل للوزن اللي أنا عايزاه وأرجع تاني آكل لغاية أما الدنيا تبوظ مني. نمط بقى مكرر بشكل غريب جدا، أنا مش فاهم فيه إيه. حتى في العلاقات، أول ما ألاقي حد كويس أرجع فجأة ألاقي إن الدنيا كلها بتتدمر بيني وبينه، أكن في مؤامرة كونية بتحصل في الكون ضدي. بس مش يمكن المؤامرة الكونية دي هي زرار التدمير الذاتي اللي جواك؟ في معظم الأوقات الناس اللي عندها اضطراب الشخصية الحدية بيعملوا حاجة هما مش واخدين بالهم منها، بيحققوا حاجة اسمها نبوءتهم الذاتية. ناس كتيرة جدا مننا بيبقى جواها أصوات كتيرة بتتكرر ليها علاقة بإنك أنت فاشل، أنت عمرك ما هتوصل، محدش بيحبك، الناس هتبعد عنك. حتى على أرض الواقع لما تبتدي الدنيا تديني عكس ده، ألاقي الدنيا برضو بتبوظ تاني. بس المشكلة إن ساعتها مش الدنيا هي اللي بتبوظ، أنت اللي ضغطت على زرار التدمير الذاتي. النبوءة الذاتية من الحاجات اللي بتسوقنا في حياتنا وإحنا مصدقين قوي إن هي أقدارنا وإن إحنا ملناش أدنى سيطرة عليها، لكن الحقيقة عكس ده. والكلام هنا أكبر بكتير جدا من إن هو يتقال في ريل أو حتى في فيديو. عشان كده الجروب ثيرابي اللي جاي هنتكلم فيه عن النبوءة الذاتية وتدمير الذات اللي موجود عندنا كناس عندنا اضطراب الشخصية الحدية، وناس كتيرة كمان تانية. لو عايزين تعرفوا التفاصيل اكتبوا لي في الكومنتات. اختياراتي مدمرة حياتي، وتعالوا أما أدمرها لكم زيادة. هستناكم.